معانا مندوب للمرشح السائر حمدين صباحي، صاحب التاريخ الحر. صاحب التاريخ الحر. عايزين بقى نسمع منك انت ليه بالذات حمدين صباحي؟ شوف، السيد حمدين صباحي ماضيه يزكيه وحاضره يؤيده. حضرتك فمنذ ان كان طالب بالجامعه وعقد عمله بالبرلمان المصري حضرتك، وفي عز النظام الفاسد تصدى ل1000 قضيه من الفساد، ويكفينا شرف بانه صاحب قضيه تصدير الغاز في ظل النظام الفاسد، وله بصمات في جميع انحاء مصر وليس بكفر الشيخ فقط حضرتك. وحمدين صباحي مبدأه انه رجل في الحياه قال كلمه حضرتك، ومن حيث اننا نحب حمدين صباحي فننتهج بنهج الناصريه العظيمه حضرتك الذي هو مبدأنا: لا تخضعن لذي مخلوق منك على طمع، ذلك نقص منك في الدين. تعفف واحفظ حرمة هذا الدين، لا يقدرن مخلوق على أن يعطيك خردلة إلا بأمر الذي سواك من طين، وابعد بدينك عن دنيا الملوك كما بعد الملوك عن الدين، كما بعد الملوك بدنياهم عن الدين. فالسيد حمدين صباحي له تاريخ أصيل وتاريخ مناضل، وإنه يأخذ من الناصرية الحسن منها وسيبعد عن أخطائه. فحمدين صباحي أننا لا نقدسه ولا نمجده، ولكن نحترم برنامجه ونحترم شخصيته القوية التي تصدت في ظل النظام الفاسد، حينما كان النظام الفاسد يجند من الإخوان ومن السلفيين ومن يدعون الدين جنودا لهم في قرانا ومحافظتنا وفي الجمهورية بأكملها. طيب، في ظل الظروف الحالية يا ترى أنت شايف أن مصر محتاجة رجل قوي ولا رجل حكيم؟ أول شيء أن مصر محتاجة رجل يبدأ من حبة الجمح في الأرض الزراعية. خد بال حضرتك، يبدأ من حبة الجمح. وإن عدنا إلى الإفران بتاع أمي وأمك والناس الكبار في السن فهذا شرف لنا، قبل أن نأخذ قروض مشروطة، أن ننحني لمن أعطانا القروض. يعني هل الحكمة هي معناها أخذ قروض؟ لا، الصالح. شوف، اصلح شأن دولتك في الداخل ولا تحتاج إلى الخارج. أول شيء عشان نمتلك قرارنا لازم نمتلك رغيفنا من أرضنا. واخد بال حضرتك؟ وأن الطبقة الأرستقراطية في مصر، وأؤكد لحضرتك بأن الطبقة الأرستقراطية في مصر من يدعون الأرستقراطية فقد قضى النظام الناصري العظيم على هذه الطبقة. واعلم بأنني حينما نقول هذا يقول علينا أنكم لديكم حقد طبقي والعياذ بالله. فأنا ولله الحمد كان جدي من شيوخ الأزهر الشريف رحمة الله عليه الشيخ محمد عبد الفتاح الخولي، وابنه كان المهندس أحمد عبد الرحمن الخولي رئيس لجنة توزيع القطاع الزراعي على مستوى الجمهورية في عهد جمال عبد الناصر. فإننا لا نفتقد القبلية ولا نفتقد العائلة ولا نفتقد كل ممتلكات الحياة، ولكن لا نتعصب لهذه ولا نفتخر بهذا. تمام. كل واحد النهارده في مصر بالبلدي كده شغال بواب عند خواجه، والخواجه ساب البلد ومشي وقسم كفر الشيخ والمحافظات الثانيه اشياء كده، خد له 30 40 فدان. النهارده بيقول لك اللي بيتكلم على بعد ما كان هو عبد عند الخواجات والستات في مصر، اصبح النهارده بيقول لك لا ده انتوا يا ناصريه او بتوع حمدين عندكم حقد طبقي علينا. طيب، بما انك مندوب للسيد حمدين صباحي رقم 10 رمز النسر، ايه رايك في العمليه الانتخابيه النهارده في القنصليه بجده؟ والله العمليه الانتخابيه عمليه عظيمه تمت بعد دخولنا من البوابه مباشره وبعد معاناه مع الامن، ولكن السيد رئيس اللجنه اشرح لنا المعاناه اللي حصلت الصبح. المعاناه ان ممنوع الدخول الا بورق رسمي، وكان منظرنا سيء ان يخرج رجل امن يجيب شرطه سعودي، واحنا احترمنا الرجل الشرطه السعودي ان هو لم يتدخل. تمام. لان حدوده عارفها، حدوده داخل السفاره غير متاحه له. فمن هنا الصبح بالنسبه للمخرج السيد رئيس اللجنه وهدى الامور وحل واصبحت داخله بترتيب، وانا احترمت رئيس اللجنه اللي هو لم يتيح الفرصه لمناديب مرسي او مندوب ابو الفتوح انهم يحتكوا مباشر بالجمهور، وهذا كان بناء على رغبتنا وانت تشهد بذلك. مظبوط. حصل.
طيب وفي جولة الإعادة شايف مين فرصته أكبر في الإعادة من 13 مرشح؟ مين هيعيد مع السيد حمدين صباحي؟ مين؟ هنا بقى مين في وجهة نظرك؟ مين اللي هيعيد مع حمدين صباحي؟ أنا عايز أسمع رأيك أنت. من وجهة نظر حضرتك انت. من وجهة نظري أنا حضرتك إن لم يكن حمدين يحصل على من الجولة من أول مرة ويحسمها من أول مرة فسيعيد، وإن عاد فإننا قالب مع حمدين صباحي. طيب وإن لم في حالة عدم توفيقه وإعادة الانتخابات عادي جدا هننتخب عمرو موسى. الحالة دي هننتخب عمرو موسى. ده جواب نهائي؟ جواب نهائي إن كان بقي عمرو موسى على عهده كوزير خارجي كذمته كوزير خارجية في عهد ما عصرناه وزير خارجية وليس رئيس جامعة الدول العربية بتاع المصادر. تمام. يعني أنت تفضل عمرو موسى وزير الخارجية ولا تفضل عمرو موسى رئيس الجامعة العربية؟ أنا أفضل شخص عمرو موسى حينما كان وزير خارجية مصر وتاريخه يشهد بذلك. طب وماضيه؟ يعني انا اعرف قريه السيد عمرو موسى بهذا القناطر الخيريه، واعرف ان هو رجل ليس من الارستقراطيه او الكلام ده كله، وهو رجل يعني في مستواه المعيشي بسيط، ولكن حينما دخل الجامعه العربيه احنا مش عايزين بقى نحط صح ونحط غلط، نحتفظ بنفسنا. طب ألا ترى أن هذا هو شأن الجامعة العربية نفسها أم شأن من يتولاها؟ الجامعه العربيه منذ إنشائها يعني اخطأت مصر في رونقها. فقدت مصر رونقها بعد إعادة الجامعة العربية من تونس. يعني أنت كنت تفضل إن هي كانت تفضل في تونس؟ قد نجح السادات في طرد الجامعة الدول العربية اللي هي الرابط بيننا وبين الدول العربية التي لم تقف معنا في أزمتنا واستغلت ضعف أمة مصر. واعلم بأن مصر قد خاضت من الحروب من آلاف السنين والاحتلال، ولكن ولله الحمد لكل جواد كبوة، وإن هذه المرحلة هي كبوة الجواد. وإن مصر ستخرج من هذه الأزمة كما خرجت من أسلافها، شامخة برجالها، أقوى مما سبق إن شاء الله، أقوى مما كانت عليه. وإن كان فينا ضعفاء يمد أيديهم للخارج، فستبطر هذه الأيدي إن شاء الله مع الرئيس القادم. وصيتي لرئيس الجمهورية القادم أيا كان، وأحترم آراء الجميع وأحترم كل من يصوت، أول ما يحط رجله على الكرسي يحل مجلس قندهار. ماذا تعني بمجلس قندهار؟ مجلس الشعب المصري، مجلس الميليشيات المصرية. هيقول لك على حاجة. وما هي؟ عندنا مثال مشرف، سجل. اتفضل. كان عندنا النائب محمد عبد العليم داوود، كان من اشرف نواب مصر وما زال نائب وكيل، ولكن قل مستواه اداؤه في وسط معترك حينما اغروه بوكيل المجلس. يا ريته ما دخلش المجلس دوران. ادي اول شيء. محمد عبد العليم داوود كان من الاعلام. طب انت شايف التيارات الاسلاميه ممثله في محمد سليم العوا، في محمد مرسي، في عبد المنعم ابو الفتوح، فرصتهم قد ايه في الاعاده ايا من الثلاثه؟ شوف، لابد ان تقع الاقنعه. مهما احاول ان اعاملك بمعامله مزيفه فلا بد ان يظهر الحقيقه. وقد ظهرت الحقيقه مع اول جلسه في البرلمان، اول انعقاد للبرلمان. لو كنا اردنا لمصر برلمان محترم لكنا تركنا الدكتور السجع على الكرسي. لابد ان يكون برلمان الدوله رجل قانون. رجل العلوم ممكن يفيد مصر، استاذ الجامعه يفيد مصر، لكن رجل القانون لكن في مجاله يعني في مجاله. لكن لما حينما تقدم الاستاذ عصام سلطان ان يكون رئيس مجلس، كان من باب الادب الحوار بعد الثوره ودم الشهداء ان اعطيه دقيقتين يعبر عن رايه وعرف نفسه للناس. ولكن حينما وقف البلتاجي وقال له شوف استخدم اللائحه يا ريس، بكيت على مصر. بكيت على مصر لان انا اعرف محمد البلتاجي. بكيت على مصر. يعني انا اما اكون موالي ليك تشيلني فوق راسك، ولما اخالفك تقول لي انت من رده. عصام سلطان كان عضو في الجماعه في يوم من الايام، ولكنه راى النور. لان الجماعه ولا نشبهها بالطيور. الجماعه ما تعودت الا على مدار الاعوام الماضيه الا ان تشتغل في الظلام، وحينما خرجت الى النور فخرجت بتخبيط. فهمتني؟ فهمت التعبير؟ ايوه. الشمس ضربت في عينيها كده ايه؟ خلاص اتخبطت. واخد حضرتك؟ ويا اسفه واخر دعوانا أن الحمد لله. اللهم اصلح البلاد والعباد واصلح مصر ان شاء الله برجالها.